نقولوا العيد الكبير نقولوا العصبان والمطلوع مستحيل ما نديرهمش، ولانه بقى له 11 يوم قلت لازم نشارك معكم الوصفات. مطلوع خفيف ريشه مع عصبان طايب زبده، هذا العيد كامل راح يطلبوا منكم لاغوسات. نبدا بالعصبان، عندي قلب وريه مغليين ومقطعين صغير مع المصار اللي هما مغليين، شويه كبده، زيت الشحم واللحم، والشحم نستعمل تاع الكرش، زدت هنايا البصل مع المعدنوس والقزبر، الفلفل الحار والنعناع، وراس كبير تاع ثوم مع طماطم مرحيه، ونزيد حفنه تاع روز اللي تكون حبته قصيره وماشي طايب، مع مورف كبيره، طوماط كونسونطري، الهريسه والزيت والتوابل نكتبهم لكم. نخلط كلش مليح ونجيب الكرشه تاعي اللي تكون نيه، نغسلها مليح ونخيطها ونخلي فتحه صغيره نعمرها بلا بوش، تجيني بزاف سهله بلا بوش. المهم نثقبها ونحطها في لاكاكوت، ندير شويه زيت ونقليها، ومن بعد نزيد الدرسه مع الحمص، الفلفل الحار، نمرق ونخليها طيب. ونجي للمطلوع اللي لازم تخبيو لاغوسات تاعو، راح نستعمل سميد سوسيمي الناعم اللي يجي بيه المطلوع هايل. راح ندي 2 غرفات تاع شوربه مع وحده فرينه، وندير لهم شويه مدافي ونخليهم يتعجنوا يابسين. من جهه نخلط 4 مغارف صغار خميره مع 2 مغارف صغار سكر وشويه مدافي، وكي تتفاعل نزيدها على العجين نتاعي، نزيد عليها الملح والسانوج ونخليها تتعجن، واذا كانت يابسه خفوها بالماء، لازم تجي خفيفه. نلوزها نخليها ترتاح شويه ونفتحها ونزيد نخليها تخمر، ومن بعد نطيبها على طاجين يكون سخون، وشوفوا النتيجه نتاعو يجي بزاف هايل. وهنا العصبان كان طعب، نظن ما كانش اللي ما يحبوش، لاصوص تاعو عاقده وبزاف بنين. غير خبيو لاغوسات للعيد على بالي تحتاجوهم، وهذا ما كان.